واش عارف باللي كاين واحد العلف كيسميوه بزاف ديال الناس الملكة ديال الأعلاف؟ كتزرعو مرة واحدة وكتقدر تحصد منه مرات ومرات. كياكل منه البقر، الغنم، الماعز وحتى الأرانب، ومعروف بالقيمة الغذائية ديالو وخصوصا البروتين. ولكن المفاجأة هي نفس هاد العلف إلا تعطى بطريقة غلطة يقدر يسبب ليه مشاكل بحال الانتفاخ ولا قدر الله الوفيات. كنهضروا طبعا على الفصة، واليوم غادي نعرفوا عليها كل شيء: كيفاش كتزرع، واش فعلا كتستهلك الماء بزاف، فوقاش خاصها تحصد، وشنو اكبر الاخطاء اللي يقدر يوقع فيها الفلاح او لا المربي ديال المواشي. وخليكم حتى الاخر لان اخطر خطأ في الفصة هو واحد الغلط كيديروه بزاف ديال المربين بلا ما يعرفوا. الفصة وما أدراك ما الفصة هي واحدة من أشهر النباتات العلفية في العالم، وحتى في المغرب فهي معروفة بزاف عند الفلاحة ومربي المواشي. وأول ميزة عندها هي أنها نبات معمر، يعني ماشي ضروري تعاود تزرعها كل عام. إلا تأسست على أرضية مزيانة فكتقدر تحصدها، تخليها تعاود تكبر، ومن بعد ترجع تحصدها مرات ومرات. ولكن هنا كاين أول سر: ماشي كل فصة خضراء فهي فصة بجودة عالية، حيث الجودة كتبدل حسب عمر النبات، الوقت ديال الحشان، نسبة الأوراق والسيقان، واش أوراق كثيرة أو لا، واش السيقان قاصحين أو لا رطب، الطريقة ديال التنشيف وحتى التخزين. كل ما خليتي الفصة تكبر وتقصح فهي كتعطي الطوناج والكمية أكبر، ولكن كتنقص الجودة والاستساغة عند الحيوانات. يعني أكبر محصول ما كيعنيش بالضرورة دائما أحسن علف للماشية ديالو. شنو هي الحيوانات اللي تقدر تاكل الفصة؟ الفصة كتدخل في التغذية ديال بزاف الحيوانات: البقر، الغنم، الماعز، الأرانب وغيرها من المجترات. وكتقدر تقدم بأشكال مختلفة، سواء طرية أو خضراء مباشرة يعني بعد الحشان، أو لا يابسة بحال الشكل ديال التبن، أو اللي كما كنسميوه البال، أو لا ضمن خلطة غذائية محسوبة حسب الحيوان والإنتاج المطلوب. يعني كتدخل في واحد التخليطة أو اللي كما كنسميوها عليقة غذائية. ولكن من أكبر الأخطاء هو أنك تقول فصة زوينة إذا نعطي الحيوان قد ما بغى منها، حيت العلف تيكون ديما يتقدم بطريقة متوازنة. حيوان كيتربى للتسمين ماشي هو حيوان كينتج الحليب، الأرنب ماشي هو الغنم أو لا البقر، والحيوان الصغير ماشي هو الحيوان البالغ. يعني الفصة مهمة، ولكن الطريقة ديال التقديم ديالها في التغذية خاص تكون حتى هي محسوبة باش يكون عندنا عليقة أو تخليطة متوازنة. والمفاجأة هي أن حتى طريقة التقديم ديال الفصة تقدر تكون أهم من الكمية براسها، وغادي نرجعوا لهاد النقطة من بعد. باش تنجح ليك الفصة في البداية مهمة بزاف. أول حاجة هي الأرض فين غادي نزرعوا الفصة. الفصة كتحتاج أرض مهيئة مزيان، مفككة مستوية، يعني ما يكونوش كتل ديال التراب كبار، يكونوا مفككين، وتكون الأرض رطبة وتقدر تخلي الزريعة تنوض بطريقة سهلة. وكتبغي أراضي ما كتكونش كتجمع الماء وتبقى غارقة في حالة اللي طاحت الشتا، يعني الأرض تكون كتدوز الماء. وقبل الزراعة خاص نحضروا التربة مزيان، نحاولوا نقصوا من الأعشاب المنافسة، حيت في البداية النبتة ديال الفصة كتكون مازال صغيرة وضعيفة، وإلا كانوا نباتات أو لا أعشاب منافسة ضارة فما غاديش تخلي الفصة ديالنا تنوض كما بغيناها. حاجة أخرى هي أن الزريعة ديال الفصة صغيرة في الحجم ديالها، وهذا الشيء اللي كيعني أن ما خصهاش تدفن بعمق كبير، وهذا خطأ كيدار عند بزاف ديال الناس. كيدفنوا الزريعة وكيسقيو وكيتسناو في التالي ما كيطلع والو. النسبة ديال الإنبات شي حاجة مهمة بزاف في المستقبل ديال المشروع ديالك، والإنبات تيحصل بأسبوع على أبعد تقدير من بعد الزراعة. يعني بأسبوع بعد الزراعة غادي يبان لك واش درتي زراعة هي هذيك أو لا فيها مشاكل. وبالنسبة للوقت ديال الزراعة فما كاينش شي قاعدة عامة، لأن الأجواء كتختلف من مثلا مكناس أو لا ورزازات أو لا الدار البيضاء بن سليمان أو لا غيرها من المناطق في المغرب. يعني المنطقة الباردة ماشي هي المنطقة الدافئة، ويمكن تكون الزراعة الخريفية مناسبة في بعض المناطق بحال شهر 10، أو لا الزراعة الربيعية يعني شهر 3 شهر 4 مناسبة في مناطق أخرى. المهم هو أن مرحلة ديال الإنبات ما خصهاش تجي في واحد الظروف
قاسية بزاف ديال الجريحة أو لا ديال الحرارة بزاف. واش الفصة كتحتاج فعلا الماء بزاف؟ دابا وصلنا لواحد من أكثر الأسئلة اللي كيتعاودوا، واش الفصة كتستهلك الماء بزاف؟ غادي تلقى واحد تيقول لك كثير الماء اللي كيخص الفصة، وواحد آخر يعطيك أرقام مختلفة تماما. فشكون فيهم الصحيح؟ صراحة ممكن بجوج يكونوا صحاح، حيت الاستهلاك ديال الماء كيتبدل على حساب النوع ديال التربة، الحرارة، المنطقة اللي زرع فيها الفصة، طريقة السقي، ومرحلة نمو النبات، وحتى المردودية اللي باغي توصل ليها. فتربة رملية ما كتحتفظش بالماء بحال تربة ثقيلة، والصيف ماشي هو الشتا. لكن الحاجة الواضحة هي أن الفصة باش تعطي إنتاج قوي ومتكرر خاصها الماء، والخطأ هو أنك تخليها تعطش بزاف أو لا تغرق الأرض باستمرار. الهدف ماشي هو نسقي بزاف، ولكن نسقي بذكاء، يعني الفصة ديالي ما تعطش بزاف وكذلك ما نغرقهاش بالماء. فوقاش كنحصدوا الفصة أو فوقاش كنحشوا الفصة؟ هنا كاين واحد السر اللي كيأثر على الجودة ديال الإنتاجية ديالك. فإلا كنتي كتقلب على الطوناج فممكن تخلي الفصة وقت أطول باش تعطيك أكبر كمية، يعني الساق تيكبر وكتعطي فرصة للفصة أنها تكبر الماكسيموم ديالها قبل ما تحشها. ولكن إلا بغيتيها تكون طرية وتكون كتهضم بشكل سريع وزوين الماشية ديالك مثلا، فمن الأحسن ما تعطلش عليها بزاف قبل من الحشان. يعني خاصك واحد التوازن، كل واحد وعلاش تيقلب، واش الطوناج ولا تيقلب على أنه يحش الفصة ديالو ويقدمها للماشية ديالو وتكون عندها عملية هضم سريعة وبدون مشاكل. سؤال آخر كيتبادر بزاف ديال الناس، واش نقدم المواشي ديالي الفصة خضراء أو لا يابسة؟ ملي كنقولوا يابسة راه ماشي نخليو الفصة حتى تيبس بزاف عاد نعطيوها ليهم، فكتبقى بحال كتدبال شي شوية وما تخنعش لينا إلا خزناها، وفي نفس الوقت ما غاديش نخليوها تيبس تتولي بحال الحطب. وانا شخصيا كنفضل ما تعطاش الفصة بالطريقة ديال انها خضراء وطرية بزاف مباشرة من بعد الحشان، وهذا الشيء باش نتفاداو اهم نقطة واخطر نقطة هو النفاخ ديال الماشية. لان هذه المسألة هذه اللي هضرنا عليها في البداية ديال الفيديو، الفصة خضراء خصوصا ملي كتكون صغيرة طرية وغنية بالاوراق فتقدر تزيد من المشكل ديال النفاخ عند الحيوانات المجترة بحال البقر، الغنم او الماعز. واخطر سيناريو هو انه الحيوان يكون جائع ما متعودش على الفصة ويدخل مباشرة ياكل كمية كبيرة منها، خصوصا إلا كانت الفصة يعني مبللة بالندى أو بالمطر. فإلا شفتي الحيوان ديالك عنده انتفاخ قوي خصوصا في الجهة اليسرى ديال البطن أو ديال الكرش ديالو، وعنده واحد صعوبة في التنفس وكيبان عليه مكرفس، ما تعطلش به، يخص ضروري تدخل سريع واستعانة ببيطري. الخلاصة هي أن الفصة ما وصلاتش لهاد الشهرة بالصدفة، هي علف معروف متعدد الاستعمالات، كيقدر يكون مورد مهم جدا للمربي إلى تزرعات وتحصيدات وتقدمات للحيوان بطريقة صحيحة. ولكن بحال أي مشروع فلاحي النجاح ماشي غير أنك تزرع، النجاح هو تعرف الأرض ديالك، الماء اللي عندك، التكلفة، والحيوان اللي باغي تربيه. لكن اللي أكيد هو أن الفصة نبات علفي ممتاز وغني بالبروتين وكينفع بزاف الماشية ديالكم. ودابا قولوا لينا واش كتشريو الفصة نتوما ولا كتزرعوها، وشنو المدينة ديالك والثمن ديال البال ديال الفصة عندكم هاد الساعة، باش نشوفوا شحال كاين الفرق بين الثمن في جميع المناطق ديال المغرب. ما تنساوش الاشتراك في قناة مزرعة أغريلال ومشاركة ديال الفيديو إلى عجبكم مع مربين آخرين باش تعم الاستفادة ونتشاركوا المعلومات والتجارب ديالنا جميعا.